السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. كنتمنى تكونوا بألف خير وتمام الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا رغيفات الصغار اللي كيجيو مورقين مقرمشين وهشاش بطريقة سهلة بزاف، يعني بلا محتاج انا نورقو كل وحدة بوحدها، وكيجيو مورقين من برا ومن الداخل، ما كيجيوش نهائيا معجنين وكيجيو خفاف بزاف، والاهم انهم كيجيو لذاذ. فتابعوا معايا الفيديو الاخير باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمكونات انا ضاعفت الكميه، يعني خرجوا الكميه شويه كبيره، تقدروا ديروا غير نصف الكميه. انا درت هنا نص كيلو ديال الدقيق. عندي هنا معلقه صغيره عامره ديال الزرارع، كانوا عندي مخلطين مطحونين ومغربلين. عندي هنا نص ملعقه صغيره ديال القرفه، وغادي نحتاجو هنا نص خماره، يعني تقريبا واحد 4 غرام، وساشي ديال السكر فانيلا، ثلث الكاس ديال الزبده اللي كتكون مذوبه، يعني ما وصلش نص كاس، وجوج معالق ديال ماء الزهر، وطبعا الماء عادي باش غادي نجمعوا العجين. هنا درت رشه صغيره ديال الملح. غادي نضيف الفانيلا، وغادي نضيف هنا خميره الحلويات، غادي ندير تقريبا ربع ملعقه كبيره اولا نصف ملعقه صغيره، ممكن نديرو نص ساشي. وغادي نضيف هنا القرفه والزرارع اللي مطحونين، هادو راه كيبقاو اختيارين، بغيتو ديروهم كيف ما بغيتو ما ديروهمش، غير هما راه كيجيو الرغيفات بهم كيجيو منسمين. صافي غادي نخلط واحد شويه. غادي ندير هنا حفره في الوسط، غادي نوضع جوج معالق ديال ماء الزهر. كتعجبكم ريحه ماء الزهر تكون قويه، تقدروا ديروا حتى 4 ديال المعالق اولا اكثر. غادي نضيف هنا الزبده اللي كتكون مذوبه، يعني تقريبا واحد 70 غرام ذوبتها. وصافي غادي نبدا نضيف الماء وانا كنجمع العجين. نضيفوا الماء غير شويه بشويه، بالنسبه لهاد الرغيفات هادو راه ما كيبغيوش العجينه تكون جاريه ولا خفيفه، باش كيجيو مورقين، كذلك باش ما يعذبوكمش في الخدمه. صافي انا بعد ما جمعت العجين، هذا هو القوام ديالو كما كتلاحظوا، راه كيكون مجموع، ما كيكونش رطب بزاف. غادي نحاول ندلكها غير واحد شويه، غير باش يعني ندمجوا دوك المكونات، ما يبقاش عندنا كريات ديال الدقيق. صافي انا من بعد ما دلكتها غادي نقسم العجين على جوج ديال القطع اللي كيكونوا متساويين، وغادي نغلفهم بالسلوفان، تقدروا ديروهم غير في بلاستيكه. المهم يعني الهواء ما يدخلش للعجين، وغادي نخليوهم جانبا كيرتاحوا تقريبا شي نص ساعه هكا باش يجيوكم ساهلين في الخدمه. صافي هنا من بعد ما دازت نص ساعه على العجين، كنجيو كنرشوا كميه من الدقيق باش غادي نطلقوه، لانه العجين كيكون شويه كيتلصق، فضروري كل مره كنبقاو نرشوا الدقيق. كنرش كذلك كميه على الوجه، وغادي نجيب التلاك وغادي نطلق العجينه تكون رقيقه، يعني رقوها على شحال ما قديتو باش يعني تجيكم النتيجه اللي كتكون زوينه من بعد. وهنا غادي نحاول نطلقها بشكل اللي كيكون مربع. صافي انا من بعد ما طلقتها كما كتلاحظوا راه كتكون رقيقه، باش من بعد يجيونا مورقين وطايبين من الداخل. من بعد هنا غادي نجيب جوج معالق ديال النشا بالضبط، ما ديروا لا اكثر ولا اقل. النشا كيعطينا التوريق، وكذلك كيخليهم كيجيو خفاف بزاف وهشاش. صافي غادي نسرح ديك الكميه ديال النشا على العجين كامل بشكل كيكون متساوي، وغادي نبدا نطوي. هنا نتوما كتحكموا اذا بغيتو يجيوكم الرغيفات كبار اولا صغار، انا درت معي شويه صغيورين. بغيتو يجيوكم كبار كديروا الطويه اللي كتكون عريضه. صافي كنبدي كنطوي وكنضغط هكا شويه باش يعني تلتصق، كنبقى كنلوي حتى كنوصل لنصف العجين. صافي غير كنوصل للنصف كنقطع، ومن بعد هكا غادي نحلها واحد اللويه، وغادي ندير لها الماء. ضروري من الماء باش ما يتحللكمش في المقله ويجي الشكل ديالهم زوين. كندير كميه ديال الماء على الاطراف. صافي وكنرجع نطوي وكنضغط مزيان هكا باش يلتصق. والعجين اللي بقى حتى هو كنطويه بنفس الطريقه، كنتحصلوا هنا على جوج ديال الاشرطه اللي كيكونوا متساويين. من بعد كناخذ هنا شريط وغادي نبدا نطلقو بالتلاك، يعني غادي نحاول نطلقو رقيق في نفس الوقت، ما يكونش يعني رقيق بزاف، لان الا رققتوه بزاف راه ما غاديش يبان التوريق. كنبقى كنسرح غير شويه بشويه هكا باش العجين ما يتشققش اولا ما يتقطعش. بالنسبه لبغيتو تعطيوهم العرض راه ممكن تسرحوهم حتى بالعرض باش يجيوكم عراض. هنا هذا هو السمك ديال العجين، غادي نوريكم كيفاش كيكون، يعني ما ديروش ارق من هكا باش يجيكم يعني مورقين. صافي وغادي نبدا نقطع هكا مربعات اللي كيكونوا متساويين، يعني نحاولوا نديرهم من نفس الحجم. كما لاحظتوا انا درت هاد الرغيفات هادو صغيورين، يعني بغيتهم باش يجي هكا يعني الشكل ديالهم زوين.
ماشي بحال الرغيفات اللي كنديروهم عاده كيكونوا كبار ومورقين من الداخل، يعني كيكونوا بحال المسمن هادو، لا كيجيو يعني طايبين كيف من برا كيف من الداخل. كما كتلاحظوا هنا التوريق راه كيكون باين، راه كيجيو ورقه على ورقه. صافي نكمل بنفس الكميه العجين كامل اللي عندي، وغادي ندوزو هنا باش نقليوهم. هنا غادي نخليوهم في زيت اللي كتكون سخونه، وضروري الزيت تكون شويه طالعه، يعني يغطسوا في الزيت باش يجيوكم يعني الشكل ديالهم زوين. صافي غادي غير نربيهم، وغادي نجيب معلقه وغادي نبدا ندير فوق منهم الزيت هكا باش يتنفخوا ويتورقوا، والنار تكون مهيله باش كيجيوكم طايبين مزيان واللون ديالهم موحد، يعني ماشي غير يتخطفوا. الا كانت النار مجهده راه غادي يتحمروا من برا وما كيجيوش مورقين. صافي كنبقى مره على مره نقلبهم حتى كيطيبوا، كياخذوا اللون اللي كيكون محمر، وكنحيدهم كنستقطروهم مزيان مزيان من الزيت. هنا اللي بغى يجيوه معسلين بزاف ممكن مباشره يحيدهم من الزيت وتوضعهم في العسل، كيجيو عامرين لداخل بالعسل. بالنسبه ليا انا ما غاديش نغطسهم في العسل، ما بغيتهمش يجيو حلوين بزاف. صافي هنا بعد ما كملت، هذه هي الكميه اللي خرجت لي العجينه اللي درت معكم، وهذا هو الشكل ديالهم. كما كتلاحظوا راه منفوخين ومورقين، راه ناجحين 100% الا تبعتوا الطريقه. بالنسبه هنا للتزيين فخديت كميه ديال العسل اللي دفيته، وعندي هنا كميه ديال اللوز افيلي اللي مصهد واحد شويه. راه ممكن ديروهم غير بالزنجلان او اللوز اللي كيكون مهرمش، يعني اللي متوفر عندكم. صافي غادي ناخذ هنا حبه وكندهن لها غير الوجه بالعسل. كما ذكرت ممكن الا بغيتو تغطسوهم في العسل، انا فضلت نديرهم هكا باش كيجيو خفاف وما كيجيوش حلوين بزاف. صافي هذا هو الشكل ديالهم، كيجيو صغيورين هكا وزوينين في الحطه، ويعني مختلفين على الرغيف او الرغيفات اللي كنا كنحضرهم قبل. صافي غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله بنفس الطريقه، وغادي نتلاقاو في الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي للرغيفات ديالنا من بعد ما زينتهم كاملين. كيجي الشكل ديالهم زوين ومختلفين على الرغيفات اللي كنحضروا عاده، وكيجيو مورقين ومنفوخين وخفافين. فاش كتهزوهم في يدكم راه خفاف بزاف. كما لاحظتوا طريقتهم سهله، يعني بلا ما يحتاج انا نورقوا كل وحده بوحدها، يعني كنورقوهم كاملين، يعني كنديروا كميه كبيره في وقت قصير. وهنا غادي نقسم معكم حبه باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. راه كيجيو مقرمشين وهشاش وطايبين من الداخل. هنا كما كتشوفوا كيف ما قسمتها راه كامله تورقت وما كتجيش فيهم نهائيا، يعني الطعم ديال النشا واخا ورقنا به ما كيجيش باين، لانه ما درناش كميه اللي هي كبيره. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. الناس اول مره كيزوروا القناه ما ينساوش انهم يشتركوا ويفعلوا الجرس هكا باش يبقاو يتوصلوا بكل جديد. ما تنساوش تخليو لي لايك للفيديو فقط من اجل التشجيع. شكرا جزيلا على المتابعه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.